تعال اقول لك كده، واخدك في رحله حلوه جميله. احنا بنودع عام 2022 وداخلين على عام جديد وهو 2023. مميزات وعيوب امريكا بالنسبه لواحد مهاجر جديد، او بالنسبه لناس جايه جديده مش عارفه تروح فين وتيجي منين في امريكا. اول حاجه، لو انت اعتبرت ان امريكا وطن هتدي كويس جدا، هتنجح كويس جدا. لازم تعرف ما ليك وما عليك. قوانين امريكا مهمه جدا جدا جدا، لان قوانين امريكا بتطبق على اي حد، فلازم تعرف ما ليك وما عليك عشان تتجنب اي نوع من المشاكل. المشاكل هنا كتير كتير، واي مهاجر جديد بيجي امريكا ما يعرفش مشاكلها او ما يعرفش قوانينها بيدفع كتير. وهنا الغلطة بفورة بتوقف لك حياتك، لان في كتير بيجي لنا عرب هنا امريكا بيعتبرها زي دولة عربية، اكنه مثلا بالظبط راح الخليج، اكنه راح الكويت، السعودية، الامارات، قطر، يروح يشتغل ويعمل فلوس ويمشي. ده جاي يخطف ويجري، فاذا بياخد على قده وما بيوصلش للي هو عايزه، فما بيعتبرهاش وطن. لغة ضعيف، فبياخد اي حاجة، اي شغل عشان يعيش. الحياة غالية، امريكا غالية، وخصوصا لو انت قاعد في الولايات الغالية مش هتقدر عليها، فانت بتروح ولاية رخيصة عشان تقدر تتأقلم مع الاقتصاد. فبدون لغة هتتعب، بدون تعليم يا ريس. امريكا مبنية على تعليم، دي دول مبنية على التعليم. اي حاجة لو عايز تاخد فيها اي لايسنس لازم تعرف انجليزي، وانجليزي كويس، مش انجليزي كسكوس تمشي، انجليزي كويس. عشان تاخد لايسنس اي مهنة هنا وتكسب فلوس كويسة لازم يكون معاك انجليزي حلو. يبقى لازم تحط في دماغك لغة، تعليم، ولازم تتخصص في حاجة هي امريكا عايزاها. ولو انت عندك يعني في موهبة عندك، وبالذات في التعليم، لو انت دخلت مثلا تدرس حاجة تلاقي الجامعة او الانستراكتور او البروفيسور عينه عليك، بيبلغوا بعض. الجامعة بتعرف ان انت نابغة، ومن هنا بقى لما بيكون نابغة او موهبة الفلوس بتجيلك. ما تسألش بقى الفلوس دي جاية منين. امريكا هتديك حلو قوي 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 فلوس. ما تسألش. انت مش هتيجي اغنى من امريكا، مش هتيجي اغنى من امريكا. هتديك حلو قوي قوي، هتلاقي نفسك فوق. يبقى الموهبة وكويس في مجالك، نابغة في مجالك، وحلو قوي عندك بأي نوع من الموهبة، أمريكا تصرف عليك، ما بيهمهمش. خد شيكات زي ما أنت عايز، ملايين الدولارات تتصرف عليك، هتلاقي نفسك فوق. فإذا عشان تبقى فوق لازم تحوط نفسك بناس عدلة. ابعد بقى عن الكسر بقى. يبقى أنت جاي بهدف، أنت عارف رايح فين وجاي منين، مالك وما عليك. لو انت جاي جديد بقى وشاب هرموناتك زياده شويه في جسمك، هتيجي يعني هتنبهر بقى بالشرطات والجيبات واللي انت بتشوفه في الافلام الامريكيه، تلاقيه قصادك، والبنات ايه والستات ايه نقي خلي بالك. عندنا هنا خصوصا بقى ما تعرفش قوانينها او ما تعرفش الحياه الاجتماعيه ونظام الستات ايه والدنيا فيها ايه، في بنات بتلعب عليك، خصوصا لو انت معاك فلوس، في عينيها على جيبك. الحاجه التانيه اللي بيجولنا من الخليج، يعني الشباب اللي بيجولنا هنا مبعوثين، ما السعوديه بقى، ما السعوديه بتبعت والدول الخليج بتبعت عشان العيال هنا تتعلم تاخد شهادات. فانا بقول لك تخلي بالك من الستات هنا،
خلي بالك، لان في منكم كتير قوي وقع في غلطات مع الستات هنا. بيبقى شايفها جثه قصاده، شورت وجيبه، بس انت ما تعرفش دماغها فيها ايه، ما تعرفش انها قضت سجن ولا لا، ما تعرفش انها ضريبه ولا لا. فانت جاي غلوبه ما تعرفش حاجه، انت عايش في قصه تانيه في بلدك، فجاي لقيت امريكا بقى مفتوحه وحريه وهي ارياك وعارفه ما ليها وما عليها. فانت هنا بتنبهر بقى، تنبهر. اوبا، شورت ساخن حاير طاير، جيبه زي الفل، بتجيبك وبتاخد اللي هي عايزاه منك. انت ما تعرفش لا امريكا قوانينها ولا الحياه فيها ولا الدنيا فيها ايه ولا اي حاجه. جاي جديد غلوبه، جاي تدرس، تبص تلاقي نفسك وقعت في مشكله. تبص تلاقي اول اسبوعين حلوين، وخصوصا اللي هم بيجوا لنا هنا ايه، يبقى قاعد مثلا مع نفسه ويعمل علاقه مع بنت، وبعد كده تقول له طب تعالى عندي الشقه، تعالى عندي البيت عيش معايا، فبياخد العزال بتاعه ويروح يقعد مع الهانم. ومن هنا بيعرف انها مثلا ليها في الشم، ليها مش عارف ايه، ليها في المخدرات وهو بتشرب، فبتخليه يشرب وبتدخله في المخدرات. يا ما عيال وقعت في القصه دي. وهنا يا ريس اول ما بتلمسها تزقها بس كده، تخطف بس منها التليفون، ترفع سماعه التليفون بتشرفك في العنبوك، وبتيجي في المحكمه بتشهد عليك. البس يا معلم، البس، اهلا بيك. بتقضي سجن هنا في امريكا وبتترحل بتمشي منها وممنوع انك تخشها تاني. انا بقول لك اللي فيها خبره. انا خبره في امريكا، طول عمري في امريكا، امريكا دي بلدنا، طول عمري في امريكا، متعلمين في امريكا، حياتنا كلها امريكا، فحافظينها. فانا بقول لك قبل ما تيجي تبقى عارف، انت اب وام عارف ابنك جاي امريكا، تخلي بالك تديله الكلمتين دول. البروفيسور كرم انيس قال الكلمتين دول لما يجي هنا في امريكا، قال اللي انا بقوله ده هو ده الصح، هو ده اللي بيمشي. الوقت في امريكا بيجري زي الصاروخ، هتبص هتلاقي نفسك 20 سنه 30 سنه 40 سنه 50 سنه مش هتحس بيهم. الوقت هنا بيجري بسرعه، انت في دوله راس ماليه، كله مفيش حد فاضل حد. انت ممكن تتصل بحد هنا ما يردش عليك عادي، محدش فاضيلك. انت اول ما بتصحى من النوم بتفكر ان انت تدفع بلاتك، الفواتير بتاعتك. فاذا انت في دوله هتخش في معجنه مش هتشوفها في حياتك. امريكا يا ما ربت ناس كتير، اللي ما ربوش امه وابوه تعلموا الولايات المتحده الامريكيه. ليه؟ قوانينها، السيستم مختلف تماما غير بلدك. لو انت من النوع اللي بتحب تقعد على قهوه مثلا صباحي، وهات يا سيد 2 شاي في 2 حلبه في 2 سحلب في 2 بندق في 2 مغات، وجنبك الننوسه الحلوه عمال انت تضرب لي الشيشه في شيشه في حجرين في 3 لحد ما يصبح كده لحد 8 9 الصبح، وتروح نن اهو تنام لك مثلا الخميس، تصحى لي الاثنين بعد الظهر. لا يا ريس، اقعد جنب امك، انا بقولها لك، اقعد جنب امك. ليه؟ انت جاي دولة المعجنة، مش دولة، دي قارة امريكا الشمالية، قارة، ده ولايات يابا، ودنيا تاني وفرح تاني وثقافة تانية وعالم تاني. يبقى انت داخل المعجنة هتتعجن. تعرف كده انك هتصحى 6 الصبح 7 الصبح، عشان في هنا ناس بتشتغل 12 ساعة و13 ساعة و14 ساعة و15 ساعة وشغلة و2 و3 عشان يدفع بلاته. فطحن. وبعدين انت في الاول يا ريس كده اول 5 سنين جهز نفسك كده، خدت بالك، وجهز دماغك ان انت هتطحن عشان تعرف تقف على رجلك. فهي اولها كده 5 سنين، حط في دماغك كده 5 سنين هتطحن صح عشان تعرف تقف على رجليك، هتفهمها. وخصوصا بقى لما يكون معاك حد كويس بيفهمك الدنيا ماشيه ازاي، القوانين ايه، الدنيا عامله ازاي، مالك وما عليك، تمشي صح، يحتار عدوك فيك. اول 5 سنين جرب نفسك وجهز نفسك ان انت داخل على المفرمه، فانت هتتفرم اول 5 سنين. وقفت على رجلك يا ريس هتلاقي الدنيا زي الفل. هتديك بقى امريكا، لان امريكا نجحت ناس كتير جدا. السيستم هنا مختلف تماما. يبقى عندك اصرار وعزيمه على النجاح، تمشي صح، هتلاقي الدنيا زي الفل. يبقى حضر نفسك يا معلم للمعجنه، عشان هتتعجن صح، بس هتعمل حلو وهتعيش حلو قوي، واللي نفسك فيها تجيبه. بيوت بقى هتخش في البيوت، عربيات احسن عربيه تركبها، بس خلي بالك
اتعب هنا في امريكا هتلاقي، هتتعب قوي هنا في امريكا هتلاقي، من الاخر هتتعب، دي دولة تعب. هتتعب في امريكا على نفسك هتلاقي، مش هتتعب هتشرفنا في العنبوكه ان شاء الله باذن الله. وانا اصلا مش هجيب لك بلح الشام ولا زلابيا ولا كسكسي ولا اي حاجه. عيش بقى في السجن يا ريس، وبقى قابلني لما تطلع من السجن وتشتغل شغله محترمه. بقول لك الاخر، انا بجيب لك الاخر، انا بروفيسور يا ريس، انا بجيب لك الاخر. امريكا بجيبها لك في زيتونايه بقى، برقوقايه، استفنديايه، موزايه، افهمها زي ما تفهمها. ده اللي عندي، ده اللي عندي. لو انت ان شاء الله باذن الله غاوي ركوب خيل تعالى لي يا ريس. وشاب بقى وجاي، والواد اللي هو شايف نفسه في بلده وبتاع، وتيجي هنا عم البرم، انسى. انا بقول لك انسى. كان غيرك اشطر، كان غيرك اشطر. هتشرف عندنا في العنبوكه هنا مش بالعافيه، باللسان الحلو. فلازم تبقى لسانك جميل جدا وتعرف تكسب الناس. العافيه وقله الادب مش هتاخد منها حاجه، ومش هتعرف تاخد منها حاجه. العدوانيه اقعد جنب امك، جنب خاله عتريس هناك، واضرب لك كوبايتين شاي مع سوسو ولا البت نجوى اوالح، وعيش هناك يا ريس. بجيب لك الاخر، انا بجيب لك الاخر. محترم هنا هتبقى فوق، هتبقى فوق، هيشيلوك فوق دماغهم. لازم تعرف تتكلم صح، لازم تكون محترم صح. ولو انت برضو غاوي ركوب خيل، اهلا بيك يا حبيبي، جاي في الملعب، اهلا بيك في النادي، اهلا بيك في النادي. النادي هنا احنا عايزينك، اهلا بيك في النادي. لو انت بقى ليك في ركوب الخيل، اهلا وسهلا يا حبيبي. البنات هنا اللي هم العيال الصغيره ديت، عشرينات ومش عارف ايه وبتاع، هتعرف تجيبك صح. تمام، بتعمل معاك علاقه. حبلت منك يا عم الراجل، حبلت منك، هتدفعك تشال سبورت. تعالى بقى قول بقى، اصل الواد ده مش ابني بقى، الواد ده مش ابني بقى. هيتعمل لك DNA، وتاخدك محكمه، وهترفع قضيه نسب عليك، وهيثبت الDNA ده الولد ابنك، الواد ده ابنك. تمام؟ ما انت بقى ساعتها مش عايز تدفع، ما خلينا بقى صراحه. بقول لك انت مع البروفيسور كرماني استاذ اللغه الانجليزيه بالاداره المتحده الامريكيه، انا فاهمك وحافظك. انت هتقول لي انت مين؟ انا عارف انت ايه، انا عارف انت ايه. بقول لك خبره، لافف وعارف الدنيا فيها ايه، خبره تدريس وخبره حياه. هتقول لي بقى الواد ده مش بتاعي، الواد ده مش انا، ده البت دي كانت اصلا كانت بتعط، صح؟ كانت بتعط بره، وبعد كده الواد ده مش ابني. هيتثبت عن طريق DNA ان ده ابنك. هتدفع تشال سبورت للهانم. وخلي بالك بنات كتير هنا بتلعب اللعبه ديت، بتعمل معاك علاقه عشان تحبل منك، وبعد كده بتدفعك تشال سبورت، لانها ريس بتعيش على الواد دوت، وبتعيش على البت ديت اللي بتجيبها منك. فافهم الليله. انا بقول لك الفيلم ايه الكلام ده، ولا حد هيقول لك ولا هيخاف عليك ولا يقول لك الكلمتين دول، لان هنا في امريكا ما حدش بيساعد حد. والكلمتين دول خلي بالك من خبره البروفيسور في الحياه، ما حدش هيقول لك الكلمتين دول خالص. هيقول لك لا انزل عنبوكه، وبعد كده يقعد يضحك عليك، يقعد يضحك عليك. خلي بالك، خلي بالك، انا ما بدرسش لغه بس، نو، انا بدرس حياه. انا الخبره، انا الخبره. بدرس لغه، بدرس حياه، بفهمك الدنيا فيها ايه، العقليه الامريكيه فيها ايه، الغرب فيه ايه، اقول ايه وما اقولش ايه، عشان تبقى فوق وتساعد المجتمع الامريكي، تندمج في المجتمع الامريكي. وكده كده لازم انت تكون فوق، لان انت مع البروفيسور. افهم الدنيا فيها ايه. الغرب مش لغه بس، لا 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 لا. الغرب تفهم العقليه دي فيها ايه عشان تبقى فوق. فوق، وانت اللي بتختار، يا اما تكون فوق يا اما تحت، يا اما تخلي بيت نص لبه تجيبك الارض وساعتها بتضحك عليك، وبتضحك عليك، بتاخد منك اللي هي عايزاه، ومعاها نونه صغنونه شايلها منك يا ريس، وغصب عنك بتدفع تشال سبورت، حضانه الطفل ونفق الطفل للعيل دوت لحد ما يبقى عنده 18 سنه. تخيل، في عندنا ناس هنا عيلين مندي، وثلاث عيال مندي، واربعه مندي، هو عايز بس وبيشتغل عشان يدفع تشال سبورت نفق الطفل طول عمره. فخلي بالك، انا بقول لك اللي عندي، انا بقول لك اللي عندي. خلي بالك، احنا بنقول ل 2022 باي باي قنبوره، وبعد كده بنستقبل 2023 بالحب والامل
تفاؤل عشان نكون فوق. ده هدف البروفيسور معاك، ان انت تكون فوق وتكون زي الفل وتنجح في المجتمع الامريكي، في اي مجتمع بقى، مجتمع الغرب كله تنجح فيه. انت معايا انا، انت مع البروفيسور كرم انيس استاذ اللغه الانجليزيه بالولايات المتحده الامريكيه. Remember knowledge is power. المعرفه قوه. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين جميعا في كل الدول العربيه وكل دول العالم، للمتابعين للبروفيسور الدكتور كرم انيس استاذ اللغه الانجليزيه بالولايات المتحده الامريكيه. شكرا، باي باي.